بلاغ بيتقدم من مستشفى عين شمس للولادة إن في بنت وصلت المستشفى في حالة وضع، ولكن الصدمة الكبيرة لما سألوها فين أبوه. هو إيه الحكاية وإيه اللي حصل؟ يلا بينا عشان أحكي لكم التفاصيل الكاملة، بس بستحلفكم بالله تسمعوا الفيديو دوت للنهاية وتعملوا لايك وشير كتير للفيديو ده لأنه مهم جدا جدا. ويلا بينا أحكي لكم التفاصيل الكاملة في أصل الجريمة. القصة بتبدأ إن في بنت عندها 19 سنة من المرج راحت وهي في حالة وضع المستشفى بتاعت عين شمس عشان يعني تودع الجنين طبعا اللي في بطنها، ولكن لما سألوها مين أبوه أو فين الزوج ردت وقالت إن هي مش متجوزة. طبعا على طول بدأوا إن هم يستجوبوها بعد ما قدموا بلاغ للشرطة، واللي بالفعل اتقدم فريق من الشرطة عشان يستجوب البنت دي ويسألها مين أبو البنت، يعني أبو الجنين دوت أو أبو الطفل دوت. ولكن الصدمة الكبيرة لما قالت لهم إن ده ابن أخويا، يعني هي حامل من أخوها. طبعا على طول بدأوا إن هم يستجوبوا الأسرة الكريمة اللي قالوا إن إحنا ما نعرفش أي حاجة عن الموضوع ده، مع إنهم عايشين في بيت واحد والبنت حامل وراحت عشان تولد وهم ما يعرفوش أي حاجة نهائي عن الموضوع. طبعا تم القبض على الشاب ده عنده 21 سنة، انتهك حرمة بيته وانتهك طبعا إن دي يعني أخته اللي هي يعني ضعيفة جسديا، وللأسف الشديد اعتدى عليها وحملت منه. طبعا أنا مش جاي أقول يعني كلام مش واقعي، دي يعني حاجة حصلت على أرض الواقع بالفعل وتم القبض على الشاب ده، ولكن بس أنا جاي أقول لكم وأحذركم أبنائكم خافوا عليهم ولكن لازم تبعدوهم عن بعض. ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفرقوا بينهم في المضاجع. الحديث صحيح، بدايته طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة على 7 سنين واضربوهم على 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فما ينفعش ان هم يكونوا قريبين من بعض نهائي، والمضاجع هنا المقصود منها مكان النوم او الغرفة بتاعت البنت، ما ينفعش اخوها يكون موجود او متواجد معاها خالص، لان للأسف الشديد الانسان بطبعه ضعيف وشيطان، فممكن طبيعته او غريزته تخليه يوصل لمرحلة ان هو ممكن يعمل حاجة تبقى غلط ولكنه يندم عليها طول حياته. سلام، وخلي بالكم من اطفالكم. وللأسف الشديد احنا بقينا في عالم او في جيل يعني صعب، لازم لابد من مراقبته اول باول عشان خاطر ما نرجعش نندم على اللي حصل. انا اسف على الكلام، بس خلي بالكم من اولادكم ومع السلامة.